سلام سلام فتوات خطاتلتي نايلو معنتي حدش زي بزعما قدماي منستر ابي احمد انتي تحسبوا قدماي منستر ابي احمد قدم 8 عامت لك كم زعلت 24 مغابيت ايوم بتر سلطانهم زحزو شمعي عمتهم ناب سلطان زمصلو معتي يخبرالو زحلفو 8 عامتات كما يتغلصوهم ملس يابكم تعمطوا منغست تግራይ ወሳነ መሐላሊፎ ቤት መግረፍ ፈጻም ስራሕ ክልል ትግራይ ሎሚ ሓደ ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ኣኼባት መኽተሽን 2019 ዓ.ም ጸዲቁ ናብ ስራሕ ክሳብ ዝኣቱ ኣብ ሓጺርዋን ክፍጸም ኣብ ዝግብኡ መደባት ዘእቲ ወሳነ ኣመሐላሊፉሎ ተወሳነ ላላኖት ንምኽባርን ኣዋህባ ኣገልግሎት ንምምሕያሽን ብልሽው ኣሰራርሓ ንምቁጻርን ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ ዘምጽዕቡ ዓውደታት ትኹረት ክግበር ድማ ኣንፈት ተቐሚጡሎ ሰላምን ጸጥታን ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ስራሕቲ ልምዓትን መካበቶትን ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን ሚድያን ኮሙኒኬሽንን እዮም لو مقنا أبو سانجز مرحو جوجل الأخ مصين يرونا مقلا مس منجست تقرأ دما زتا جيرومي الزتا تعزبل نابد ديسا خيركم تي زلونا دمنا وكينات زر كتجورو ندلينا زبل حساب العلم بوجن منجست تقرأ دما حنا قدم خزون سلام قرواتنا خزون سلام قرواتنا إذا كوخان تخوينا جين كاب إثيوبيا وصعي سالساي عدي سالساي وجن زلوا أو خيدينا كنرادا خلاي دما اتي ابريتورا تفرما فيرما ليغونا حدش زتا غيرنا كنسمع معنا خينا زبل حسا قريوم لو مالتي منغست تግራይ قدم خزون نسلام دلايو خزون سلام صنق عقم يتقم لمالتي تግራይ ኩናት ጅምረሉ ብዙሕ ምክንያት ኣለዋይ መሬት የተመለሰን ህዝባይ ተመለሰን ቀትርን ሌትን ሰራዊትን ህዝን ብዱረን ጭፍጨፍሎ أوي مخياتي كويات اللي حرت الدولي مرح تجري إذن جرز مخيات جيرم ناو كويات كأتيان يرمي كنديان إنسان قرونات كم زلهم جن أتي جنوسايد الرغنا أبو سانجو هزجاي تشفشفه منهم ليه مسلو مع أبي حمد ماتي أبو سانجو هزوون تشفشفه أبي حمد هزو تشفشفه السونا تجري كم استلو بغطي يتقبله من قص تجري سلزي كم تاز نقولكم نزتك قروات مخنا نزتك نقرب تخوينا نسبيتال من قص تجين عرسنا لخلنا من قصتنا عرسنا لخلنا سراويت لنا سلازي سالسا وجن حاوسنا كإثيوبيا وطعنا ديسكشن نقبر زول أو قام أرجع سجل لمن قصت جراي تعم دسيل مالتي زي ما قلت عزينا كل جزء هلا وانا أو حيلنا أيو سمن قصت جراي قلنا وهنا كنسلف لنا جنرال مغبي هايله وساني ملغتي ام حلاليفم نزي زولدماني ابزخري جغانو سماعتات كتما شرارو ترخيبم ابزحلفو ملغتي حزب تግራይ ገመድ ጸላቲ በቲኹ ነው ዓወት ከም ዝበጽሕ ዘጠራጥር የብለይ እንደሕረ መባለ ኩሉ ጸጥታ ኃይልና ነጋዳይን ማሕበረሰብን ሰራዊታ ተሰጣጢው ድማኒ ዘለና ሕድሪ ክነተግብር ይግባእ ዝበለ መልእኽቲ መሐላሊፎም
ወጣቶች የሞት ግብዣውን አትቀበሉ የሚል በትግራይ አዲስ ትግል ታወጀ። የስምረት ፓርቲ እጅግ አስደንጋጭና ጠንከር ያለ መግለጫን አውጥቷል። ትግራይ ሰው አልባ እየሆነች ነው ሲልም ያስጠነቅቃል። ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አንደኛ ወጣቶች ወደ ሱዳን ተሻግረው በውክልና ጦርነት እንዲማገዱ የተደረገ ነው። ሁለተኛ ገዢው ቡድን የኤርትራን አስገዳጅ ወታደራዊ መመልመያ ፖሊሲ በትግራይ ተግባራዊ ያደረገ ነው ሲል ከባድ ወቀሳን ሰንዝረዋል። በሶስተኛነትም የራሳቸው አፈሳ ከፍተኛ ስደትና የኑሮ ውድነትን ክልሉን እያፈረሰው ይገኛል ነው ያለው። በመጨረሻም ደግሞ የትግራይ ወጣቶችና ህዝቡ አሁን ካለው በጠመንጃ አፈሙዝ የሚመራ ኃይል ጋር ግንኙነታቸውን እንዲያቋርጡና ለአዲስ ህዝባዊ የፖለቲካ ትግል እንዲሰለፉም ጥሪ አቅርቧል። እናንተስ ምን ትላላችሁ? በትግራይ ፖለቲካ ላይ የታወጀው ይህ አዲስ ትግል ምን ውጤት ያመጣ ይሆን? ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ፎሎ ማድረግ እንዳይዘነጋ።